اشتري دلوقتي ولا استنى؟ السؤال اللي الكل بيسأله. كل الناس حواليك هتقولك استنى الاسعار هتنزل، بس الحقيقة العقارات مش هتنزل. المؤشرات بتقول ان ممكن يبقى في شوية ثبات مش نزول. اللي حصل قبل كده من قفزات في الاسعار كان استثنائي، دولار طالع، طلب عالي، مكسب سريع. دلوقتي رجعنا للمعادلة الطبيعية للمكسب. يعني ايه؟ يعني اللي هيشتري هيكسب بس على المدى الطويل. زمان كان في ناس بتقول شقة ب 2 مليون جنيه دلوقتي ابيعها ب 6 مليون. الارقام دي مش واقعية تاني، والشركات كمان بقت حذرة. فاكر لما قالوا ما تشتريش عربية عشان الاوفر برايس؟ نفس القصة بتحصل في العقارات، بس العقار مش عربية. مش هتصحى تلاقي نزل مليون. اللي بيحصل ان الزيادات بقت ابطأ مش اختفت. يعني بدل ما السعر يزيد كل 3 شهور 300 الف جنيه، لا، بقى بطيء. بس على اخر السنة هتلاقي الفرق مليون برضو. طول ما الدولار ثابت الاسعار هتزيد بس بشكل طبيعي. فالخلاصة، معاك فلوس ناوي تستثمر، اشتري دلوقتي حتى لو مش وقت القفزات، وقت المكسب المضمون. العقارات ما بتنزلش بس الفرص بتخلص.